كل التوفيق. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يعذرني الجميع لأنني أصبت بنوبة برد مفاجئة أقعدتني 3 أيام قبل أن آتي إلى هنا اليوم. أهدي قصيدتي إلى كل المنكسرين بانكساراتنا العربية المروعة. قصيدتي بعنوان لمن الحزن اليوم. سماء غاضبة تتدلى من عينيك، ورسل راكعة فوق لسانك تستجدي رحمة خنزير، وجهات الكون الأربع تغرس أسهمها في قلبك. هل صادف وجهك وقتا أنسب من هذا كي يتقيأ ظلك كلأ القوم وعشب النوم وأنصاب الأزلام؟ لا الرعد يرد إليك صفاء الروح، ولا الصبار سيبكي فوق ضريح جوادك حين يموت، فاستغفر ربك. لا الرعد يرد إليك صفاء الروح، ولا الصبار سيبكي فوق ضريح جوادك حين يموت، فاستغفر ربك. ثم اتخذ الآن قرارا بالترحال عن الجسد المعجون بحزن قريش أو ذبيان. استغفر ربك، ثم انسلخ الآن عن الأحلاف المهزومة والمنكفئة قبل طلوع السيف على الأعناق. للماء حدود الجسم، وليس لجسمك حد الماء، فهل تهديك قبائل جدك سهما حين تطيش سهامك، أم ستظل قوافلها ترتاد بلاد الروم وتركع كي تبتاع القمح ونظم المعلومات؟ لدمائك زهو الماء وعبق السحر وخيلاء التاريخ، فهل تنسكب دماؤك في الأقداح ليشرب منها راعي البقر وسمسار الأوطان من الأوغاد؟ فيا لتميم يا لتميم يا لتميم فيا لتميم إذ تنساك إذا ما سر القوم صباح النفط، ويا للوجع الطاعن في الشيخوخة إذ يختصك دون جميع بقاع العالم بالأثقال. فهل تتفسخ روحك أم تتبخر بين سماء غارقة في الحزن وصلصال الأوثان؟ احتمل اليوم صباحا ينفر منك ويعطي وجع الطمي خطاك ولا يتبرأ من إذلالك. قد كافأت جحود الطين بماء النيل، فهل أعطاك الطين سوى طلع شياطين عابثة وشراب حميم؟ قد كافأت فهل أعطاك الطين سوى طلع شياطين عابثة وشراب حميم؟ فاربأ بجوادك حذر الموت على أطلال هريرة. إن هريرة قد فرقت الخمر على العشاق وخصت كأسك بالزقوم. انظر لشرابك لم يتسن، فما لجوادك والأشواق، وما لعيونك عالقة بسماء تمطر مطر السوء عليك. فهل سميت لها الأيام لترتع في أحضان سواك؟ وهل هيأت لها متكئا كي تضجع عليه لغيرك؟ تقري ضيف الليل فأي جحيم. وهل هيأت لها متكئا كي تضجع عليه لغيرك؟ تقري ضيف الليل فأي جحيم. أي جحيم آخى بين سؤالك والحرمان، وأي غباء يعلن موت الشمس. فقل يا رب النوم، قل يا رب النوم اجعلني حجرا عكر صفو الماء ونام محاطا بحماقته، كي لا أسأل أو لا أسأل لمن الحزن الغارق في الغيبوبة. لي
شكرا. لا إن شاء الله، إن شاء الله الحزن ليس لك. أنت شاعر وغاضب جدا، ولا شك أنك مسكون بهذه الأفكار ومسكون بهذه الانكسارات. ولكن دعني أقول لك شيء، يعني لا شك أن التلميح وليس التصريح قد يكون خاصا من خاصيات الشعر، هذا جيد. ولكن أحيانا وجدتك تبدأ بالتلميح وترجع عنه لسبب ما. أرى أنك دخلت في العموميات أحيانا، عممت كي لا تعود إلى الخاص الجارح، وربما كان الخاص الجارح ماء ما زال في فمك ما أردت قوله لسبب ما. إن شاء الله ما يكون على المخابرات على كل حال. أشكرك. أنا أشكرك وأتمنى، قطع الصوت عني. أشكرك وأتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك. موفق. شكرا. حياك الله يا أخ أحمد. الله يخليك. لا فض فوك. ربنا يخليك. استلهام في العنوان وتوظيف للعبارة القرآنية قوله تعالى لمن الملك اليوم. وأنت في هذه الاستخدام وضعت الحزن صاحب ملكية، والحزن هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يملكه الإنسان، وإنما هو الذي يمتلك الأشياء، يبعثرها، يعيد ترتيبها. إذن العبارة الحقيقية لمن الصبر اليوم، والصبر هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن ندير به الأشياء ونعيد ترتيبها ونغلب به الحزن. لدي قدرة شعرية فذة يا أخ أحمد، لكنك كدت تهدرها في بعض المقاطع التي لم تعجبني، لكن بعض الإشارات والعبارات الفنية أنصفتك في كثير من الجمل. أتمنى أن تكون مشرقا دوما وصحيحا معافى في جسدك وفي شعرك. أتمنى لك التوفيق. شكرا. كنا نقول عن صلاح عبد الصبور أنه شاعر الحزن، لكنك تأتي في مطلع القرن 21 لتنتزع هذا اللقب. حزنك نبيل وإرثك ثقيل، ولديك يا أحمد شعرية مكثفة تختزن أوجاع الواقع وأوضاع المصير العربي وتوجز مأساة هذا الإنسان. ألاحظ في قصيدتك أنها معجونة بالحس الديني والعبارات القرآنية، ومعجونة بالإشارات النصية والهم القومي. لكن دعني أقول لك إن الإحساس بالحزن هو البحث المضني عن الفرح، وأنت بشعرك الجميل جدير بالفرح بعد هذا الحزن. ربنا يخليك. شكرا. هذه القصيدة تنتمي إلى ما قبل هزيمة حزيران، وفيها منظور ينتمي للواقعية الأرثوذكسية المتطرفة. الواقع هذا النص يقدم يقين تام، وجهة نظر أحادية جدا. هذا النص يستدعي مجموعة من الاستدعاءات التاريخية والدينية. طلع الشياطين، شراب حميم، الزقوم، انظر لشرابك لم يتسنى، لمن الحزن اليوم، كانت تتذكر كما شعر الأستاذ نايف لمن الملك اليوم. لكن تستخدمها في سياقات يعني لا يوجد مبرر لاستدعائها على هذا النحو، ثم تقع يعني في هذا النص في كسور عدة. البحر من المتدارك تقول من عينيك ورسل راكعة، 4 متحركات. ثم تقول هل صادف وجهك وقتا أنسب من هذا كي يتقيأ ظلك كلأ القوم، 5 متحركات، وأمثلة عدة لهذا الكسور. أنا أتوقع بعد هزيمة حزيران تحول الإبداع إلى يقدم منظور مختلف، منظور متعدد متنوع. شكرا لك أخي الكريم على هذا النص، وأتمنى لك التوفيق. أحمد، لمن الحزن اليوم؟ الله تبارك وتعالى قال لمن الملك اليوم بعد فناء الكون، فهل سيفنى الحزن عند العرب ويستحيل إلى سعادة وسرور؟ ذلك ما نرجوه. نصك من حيث لغته، وقد أغريت هذه الأمسية باللغة،
فيه 22 سمة سائلة دالة على السيلان، مثل البكاء، الماء، الدماء، الشراب، الخمر، المطر إلى آخره. تقع قصيدتك في صميم الشعر الجديد يا أحمد، بحيث تقع وسط الطريق كما يقول جان كوين بين الفهم واللا فهم. لغتك المعجمية في غاية النقاوة، لغتك الشعرية جميلة، الصور في معظمها تبشيعية تبعا لموضوع قصيدتك المجدفة الناقمة من وهبهم الله الأرزاق والخيرات فيما يبدو. أنا معجب بقصيدتك، فتقبل تهانئي على كتابة هذا النص الجميل. شكرا. شكرا أخي العزيز.